للاسف من بعد خروج كابتن سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي، وانا شايف ان اللعيبه حاسه ان الاهلي محتاجهم اكتر ما هم محتاجين الاهلي. بمعنى ايه؟ هقول لك يا صديقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم بيبو، يلا بينا نبدا. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس، وما تنساش دعمك باللايك يا صديقي. ايام كابتن سيد عبد الحفيظ عمرنا ما سمعنا ان في لاعب كل شويه يجي لك يقول لك انا عايز ازود عقدي. انا بتكلم على اكتر اللعيبه، مش كل اللعيبه، في لعيبه محترمه وما بتتكلمش، بس انا بتكلم عامه. عمرنا ما سمعنا ان في لاعب جاي يقول انا عايز ازود عقدي، لو ما زودتش عقدي هشوف لي عرض. من امتى ده بيحصل؟ انا شايف ان ده ما حصلش الا من بعد ما كابتن سيد عبد الحفيظ مشى. ما فيش حد من بعده جه عرف يحتوي اللعيبه ويحسس اللعيبه ان انت مش نجم. كنت بتفرج على فيديو للكابتن احمد السيد اللي هو كان مدافع في النادي الاهلي ايام ابو تريكه، كان بيقول ان في مره كابتن مانويل جوزيه من النادي الاهلي عامل ماتش وحش، ما بين الشوطين دخل قال كان يا مكان كان عندنا نجم اسمه محمد ابو تريكه. انت متخيل؟ محمد ابو تريكه. كان في مقوله دايما للكابتن مانويل جوزيه ان النجوم في السماء مش في الارض، بص فوق هتلاقي النجوم مش هتلاقي نفسك.